تعالي نعمل النهاردة الاندومي في البيت. الاندومي اللي كل الولاد يفضلوا يزنوا عليه عشان يشتروه من بره، واحنا ما بنرضاش بسبب ان احنا بنخاف عليهم ان هم يجيبوا اي حاجة من بره او ياكلوا حاجة من بره. تعالي بقى نعمله في البيت، نظافة وجمال وطعم زي بتاع بره بالملي. هنعمل من النهاردة التوابل بتاعته، وهنعمل الزيت بتاعه. هنشوف طريقته سهلة وبسيطة وكلها مكونات في البيت. بس لو اول مرة تشوفيني حطي لايك للفيديو ونوريني بالاشتراك في القناة. انا بنزل كل يوم فيديو لوصفات اقتصادية وعلى قد الايد. تعالي نشوف وصفتنا السهلة والبسيطة. انا جبت حلة وحطيت فيها مية وشوية ملح وسبتها تغلي. جبت بقى المكرونة الاسباجيتي بتاعتنا العادية خالص. هبتدي اسلوها عادي خالص. هقطعها كده هوت على 3 قطع كده هوت، او على مرتين لو انت حباها ان هي بتبقى طويلة قوي. تعالي بقى عقبال ما المكرونه تتسلق نحضر التوابل بتاعه الاندومي والزيت بتاعها. دلوقتي انا جبت الطاسه بتاعتي وحطيت فيها شويه زيت، وهحط فيها مكعب مرقه دجاج فوريه او ممكن المكعب العادي وانت تطحنيه. وحطيت بقى بصل بودر وتوم بودر وكاري وبهارات فراخ وفلفل اسود وبابريكا. بس كده، مش هضيف توابل تاني. كمية التوابل بقى بتعمليها على قد المكرونة اللي انت عاملاها. انا كده ضفت قد ضفت حوالي 7 تنويع. نقولهم تاني: مرقة دجاج وبصل بودر وتوم بودر وكاري وبهارات فراخ وبابريكا وفلفل اسود. بس كده. انا دلوقتي بقى هقلب التوابل بتاعتي حلو جدا. هتشم بقى ريحة التوابل طالعة كده مع الزيت، جميلة جدا. هي بقى دي توابل الاندومي بالملي، نفس الطعم وكل حاجة. هاخد بقى المكرونة بتاعتي اللي اتسلقت، انا مش هصفيها ولا اي حاجة. انا المكرونة بتاعتي جايباها اكياس ونظيفة وحلوة جدا وميتها طالعة صافية وحلوة قوي. هاخد بقى التوابل اللي انا عملتها في الطاسه دي، هنزل بيها كده هوت على المكرونه، وهقلب بقى وكلي احلى اندومي واطعم اندومي. كده الوصفه بتاعتي جاهزه في اقل من 10 دقايق. بدل بقى ما الولاد ينزلوا يشتروا من بره واحنا نوجع قلبنا بسببه، وبلاش اندومي بلاش اندومي. طب وليه؟ احنا نعمله في البيت في اقل من 10 دقايق بيكون جاهز معانا. بجد نظافه وطعم، حاجه جميله جدا. هو نفس الطعم بتاع بره بالظبط، مش هيختلف عليه اي حاجه. الفرق بس ان انت ضامنه كل حاجه انت عاملاها في البيت نظيفه وحلوه، وكمان كل مكوناتها موجوده في البيت. تعالي بقى كده شوفي الاندومي بتاعنا. اغرفيه بقى كده في الاطباق بقى وشم الريحه الجميله، بجد طعمه حلو جدا جدا جدا. اعمليه بقى وقدميه للولاد كده وفاجئيهم بيه، وقولي لهم انا جايبه لكم اندومي. ما تقوليش ان انت جايباه عاملاه في البيت. هم اساسا مش هيعرفوا اي اختلاف ما بينه وما بين بتاع بره بالظبط. هو هيفتكروا ان هو فعلا الاندومي بتاع بره، مش ان انت عاملاه في البيت خالص. لان هو بالظبط نفس الطعم. بجد جميل جدا جدا جدا. جربيه هيعجبك جدا ان شاء الله. ما تنسيش بقى اللايك للفيديو، حط لايك للفيديو لوصفتنا الجميله ديت. ودي كانت فكره فيديو النهارده. انتظريني ان شاء الله في فيديو جديد وفكره جديده. مع السلامه.